السلام عليكم، عاملين ايه؟ احنا النهارده ان شاء الله هنعمل القرنبيط المقرمش الاقتصادي الجميل جدا اللي من غير ولا بيضه. يعني اللي يحب يحط بيضه واحده ممكن نحط بيضه واحده. زي ما انتم شايفين احنا بنقطعه قطع صغيره كده. ولازم طبعا يكون القرنبيط اللي هو البلدي، مش بيبقى مكبوس قوي، وبيبقى الحته دي بتاعته بتبقى طويله شويه. فاحنا الاول بنقطعه كده حتت صغيره، وبعد كده طبعا ايه بنغسله. هنحطه يتغسل على طول تحت الحنفيه علشان ما يبقاش فيه اي اكسخات او سواد او اي حاجه من الحاجات اللي حضراتكم عارفينها. لازم الغسيل مرحله مهمه جدا. غسله كويس جدا جدا جدا. وبعد كده بنسلقه، نحطه في الميه يتسلق. نحطه في ميه السليق، الميه المغليه، ضايفين عليها ملح وكمون. ضايفين على الميه ملح وكمون، وبنسلقه لمده 5 دقايق، مش بنسيبه يتهري. بعد كده بنيجي بقى نحضر الخلطة. بنجيب بولتين، بنحط في كل واحدة فيهم كوباية دقيق. هنا كوباية دقيق، وهنا كوباية دقيق، وبنحط هنا ربع كوباية نشا، وهنا ربع كوباية نشا، وبنحط توم مفروم، ونحط شوية كزبرة وبقدونس زي ما حضراتكم شايفين في بولة واحدة بس. ونحط كوباية، نخلطهم الأول مع بعض، وبعد كده بنضيف المية. كده القرنبيط سلقناه استوى كويس، وهنجهز الخلطة. جهزنا الخلطة كمان اهي. حطينا التوابل والثوم والحاجة بتاعتها، وهنقلي بقى دلوقتي ونشوف القرمشة. هنبدأ بقى نقلي. هنحط الأول هنا، هنحط هنا الأول الخلطة دي، وبعد كده هننقلها على الدقيق، الخلطة التانية. نعفرها كويس بالدقيق. ونبدأ نحطها في الزيت بعد ما
تاكلوا بقى قرنبيط بأحلى قرمشة، واقتصادي كمان جدا.